أهلا بيكم في محتوى ببساطة الحكاية من أولها، وخلونا نفهم الموضوع ببساطة. تخيل معايا راجل قصير، ملامحه جامدة، صوته هادي، لكن كلمة منه ممكن ملايين يموتوا. راجل بدأ حياته فقير، مريض ومطارد، وانتهى بيه الحال حاكم لأكبر دولة في العالم. ده مش فيلم، ده جوزيف ستالين. الاسم اللي كان مرعب لدرجة إن الناس ما كانتش تجرؤ تنطقه بصوت عالي. الاسم اللي كان مرتبط بمعسكرات الاعتقال والمجاعات والإعدامات، وفي نفس الوقت مرتبط بهزيمة هتلر وإنقاذ الاتحاد السوفيتي من الانهيار. هل ستالين كان طاغية دموي ولا قائد أنقذ بلاده بأي تمن؟ النهاردة هنحكي القصة كاملة من البداية للنهاية. جوزيف ستالين اتولد سنة 1878 في مدينة جوري في جورجيا، واللي كانت وقتها جزء من الإمبراطورية الروسية. نشأ في بيئة عنيفة جدا. أبوه كان إسكافي مدمن كحول، وكان بيضربه هو وأمه باستمرار. طفولته كانت مليانة عنف وفقر وإهانة، والطفولة العنيفة دي كانت مهمة جدا لفهم شخصيته بعد كده. كتير من العلماء النفس بيشوفوا إن القسوة المبكرة شكلت شخصيته الشكاكة والعنيفة. وهو صغير أصيب بالجدري، وساب وشه مليان ندوب طول حياته. إيده الشمال كانت أقصر من اليمين بسبب حادث. جسمه كان ضعيف وصحته كانت سيئة، لكن دماغه كانت خطيرة جدا، وده خلق عنده إحساس بالنقص الجسدي، لكنه عوضه بصلابة نفسية وطموح شديد. أمه كانت عايزاه يبقى قسيس. دخل مدرسة دينية في تلبيسي، وده كان نقطة التحول. بدأ يقرأ كتب كارل ماركس في السر. ماركس كان بينادي بإسقاط الطبقات الحاكمة وإقامة مجتمع اشتراكي. انضم ستالين لحركات ثورية ضد الحكم القيصري، ومن هنا بدأ التحول من طالب ديني إلى ثوري سياسي، ومن هنا بدأت رحلة الثورة. في بداية القرن العشرين روسيا كانت بتغلي، وكانت بتعاني من فقر واستبداد شديد، والقيصر نيكولاس الثاني كان بيحكم بسلطة مطلقة. ستالين انضم للحزب البلشفي بقيادة فلاديمير لينين. اشتغل في توزيع المنشورات وتنظيم الإضرابات وحتى سرقة بنوك لتمويل الثورة، وأشهرها كانت عملية سطو على بنك في تبليسي سنة 1907. اتقبض عليه واتنفى لسيبيريا كذا مرة، لكن هروبه المتكرر خلاه مشهور داخل الحزب كشخص عنيد وصلب. في الفترة دي اختار لنفسه اسم جديد، ستالين، ومعناه بالروسية رجل الفولاذ. الاسم مش صدفة، وكان رسالة إنه هو يريد أن يرى كشخص لا ينكسر. سنة 1917 حصلت الثورة الروسية. القيصر سقط وتم اغتياله هو وعائلته كلها، ولينين مسك الحكم. ستالين ما كانش أشهر قائد ولا أذكى منظر سياسي، لكن كان عنده حاجة أخطر: الصبر والتنظيم والسيطرة على التفاصيل. كان منظم إداري ممتاز، يعرف إزاي يبني تحالفات ويجيد العمل خلف الكواليس. لينين عينه أمين الحزب سنة 1922. المنصب ده وقتها كان إداري، فما كانش مهم أوي، لكن ستالين فهم حاجة غيره مفهمهاش: اللي يعين الناس في المناصب هو اللي بيحكم. فبدأ يعين الموالين ليه في كل مكان، جيش وحكومة وحزب، يعني كان بيبني إمبراطورية صامتة. لينين مات سنة 1924، وكتب قبل ما يموت إنه مش واثق في ستالين، وقال إنه قاسي وممكن يكون خطر. لكن ستالين منع انتشار الوصية. المعركة بدأت بين ستالين وتروتسكي. تروتسكي كان المنافس الأقوى، كان قائد الجيش الأحمر، وكان مفكر بارع ومثقف وخطيب وقائد عسكري عبقري. لكن ستالين كان أهدى وأخطر، واستخدم أسلوب تدريجي. اتحالف مع خصوم تروتسكي وعزله سياسيا ونفاه خارج البلد، وبعد سنين اغتالوا في المكسيك سنة 1940، ومن هنا ستالين بقى الحاكم المطلق.
ستالين كان عنده حلم، وهو تحويل الاتحاد السوفيتي من بلد زراعي متخلف لقوة صناعية عظمى. فبدأ الخطة الخمسية اللي كانت عبارة عن مصانع ضخمة ومشاريع عملاقة، وإجبار الفلاحين على تسليم أراضيهم بالقوة للدولة ومصادرة محاصيلهم. طب واللي رفض كان بيتسجن أو بيتنفي أو بيتعدم. والنتيجة السياسات دي أدت لمجاعة رهيبة سنة 1932 خصوصا في أوكرانيا. المؤرخين كانوا بيقدروا الضحايا من 3 ل 7 مليون إنسان ماتوا من الجوع. لكن في المقابل ضعف الإنتاج الصناعي، وبقى الاتحاد السوفيتي قوة صناعية خلال 10 سنين. وهنا يظهر الجدل، هل التنمية السريعة بتبرر الثمن البشري ده؟ ما بين 1936 و 1938 بتبدأ أحلك مرحلة. ستالين بدأ يشك في كل حد، الجيش عدم قبضه، الحزب، محاكمات سورية واعترافات تحت تعذيب، ده غير حملات التطهير الضخمة والإعدامات الجماعية. أي كلمة ممكن تتفهم غلط كانت توديك لمعسكرات الجولاج. الجولاج ده عبارة عن شبكة معسكرات عمل قسري في سيبيريا، ملايين دخلوا وملايين ماتوا، لأن العمل في ظروف قاسية جدا أدى إن كتير يموتوا من البرد والجوع والإرهاق. التقديرات بتقول إن عدد ضحايا حكمه المباشر وغير المباشر اتجاوز 20 مليون إنسان. سنة 1939 ستالين وقع معاهدة عدم اعتداء مع هتلر، وكان معاهم مولوتوف وريبنتروب. لكن سنة 1941 هتلر خان الاتفاق وغزا الاتحاد السوفيتي. في البداية الجيش السوفيتي انهار جزئيا بسبب تطهير قادة، لكن ستالين نقل المصانع شرقا بعيد عن الجبهة، وعبأ الشعب للحرب واستخدم خطاب وطني قوي. الجيش الأحمر كان منهك بسبب الإعدامات، وألمانيا وصلت لأبواب موسكو. لكن ستالين رفض إنه يهرب، وبدأت حرب شرسة اسمها الحرب الوطنية العظمى. معركة ستالينجراد كانت نقطة التحول. السوفييت انتصروا وبدأوا يدفعوا الألمان للخلف. الاتحاد السوفيتي دفع الثمن الأكبر في الحرب، أكتر من 27 مليون قتيل. لكن في النهاية دخل الجيش الأحمر برلين سنة 1945، وستالين خرج من الحرب كقائد منتصر، والاتحاد السوفيتي خرج قوة عظمى. بعد الحرب أوروبا اتقسمت، نصها تحت نفوذ أمريكا والنص التاني تحت نفوذ ستالين. أنظمة شيوعية اتفرضت في أوروبا الشرقية، في بولندا وألمانيا الشرقية والمجر تشيكوسلوفاكيا، وبدأ سباق التسلح النووي، وبدأ خوف عالمي. العالم عاش عقود في ظل صراع اسمه الحرب الباردة اللي اتكلمنا عنها قبل كده. ستالين كان قارئ وعنده ذاكرة قوية، وكان إداري حاسم وبيحفظ التفاصيل عن كل شخص، لكنه كان شكاك جدا وقاسي وبارد المشاعر، وبيميل للانتقام وبيثقش في حد، وما كانش عنده أصدقاء حقيقيين. حتى أسرته عانت منه. زوجته نادية انتحرت سنة 1932، وابنه حاول ينتحر، وعلاقته بأبنائه كانت باردة وقاسية. حتى موته سنة 1953 كان محاط بالخوف، لدرجة إن الناس كانت خايفة تساعده وهو مريض، لأنهم كانوا مرعوبين منه، والحراس ما كانش عندهم الجرأة إنهم يدخلوا أوضته وهو مريض. بعد موته ب3 سنين خروتشوف ألقى خطاب شهير اسمه إدانة عبادة الفرد، فضح فيه جرايمه وبدأ بتفكيك إرث ستالين، وبدأت عملية إزالة الستالينية. تمثال بعد تمثال اتشال، لكن في روسيا النهاردة في ناس لسه شايفاه بطل، شايفينه رمز قوة وطنية، خاصة بسبب دوره في هزيمة هتلر. ستالين مش شخصية بسيطة، هو كان بيمثل نموذج السلطة المطلقة، ما كانش شر مطلق ولا بطل مطلق، هو مثال مرعب على إزاي السلطة المطلقة تقدر تغير مصير ملايين. هو كان قائد حقق تصنيع سريع وانتصار في الحرب وتحويل بلاده لقوة عظمى، لكن كل ده بتمن كان عبارة عن مجاعات وقمع وملايين الضحايا. السؤال اللي بيفضل دايما، هل النتيجة
بتبرر الثمن؟ هل يمكن تبرير القسوة لو أدت لقوة الدولة؟ هنا المؤرخين انقسموا لفريق شايفه طاغية دموي، وفريق شايفه قائد اضطر لاستخدام القسوة في زمن خطير. لكن الحقيقة هو كان الاتنين مع بعض، زعيم قوي وطاغية دموي في نفس الوقت. أتمنى يكون الفيديو عجبكم، وأتمنى تدعموني بلايك وفولو عشان يوصل لكم كل الفيديوهات الجاية إن شاء الله.